بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده معانا وصفة جديدة يا رب تعجبكم. طبعا الجزر كتير في السوق ورخيص، اللي 2 ب5 واللي 3 ب10. انتوا شطارتك بقى. جبت شوية جزر بقى، هنعمل منه وصفتين، حلو وحادق. حاجة بسيطة اهي. معايا طبعا المبشرة هبشر بيها، والتانية دي هقطع بيها، لان زي ما قلت لكم هعمل نوعين او وصفتين من الجزر. وعلى فكرة ممكن تعملوا منه اكتر كده، اكتر من كده. اكيد هيخش في البسلة كمان، وفي الطبيخ في صينية بطاطس بحب اقطعه كده ترانشات. همسك الجزر انضفه كده الاول تنظيفة حلوة، هحكه كده بالسكينة واشيل منه ايه الحتت اللي مش عجباني دي. الكمية حوالي 2 كيلو جزر، او 2 كيلو جزر. هاخد نصهم للوصفة دي ونصهم للوصفة دي. انضفه كده حلو. انا بحب اجرده كده بالسكينة، ما اقشرهوش. كده خلصت الجزر بتاعي، هبشر نصه بالمبشرة، هنعمله مربى. اهو. انا ليه ببشره؟ عشان ما ياخدش معايا وقت في السوى، و... وهوريكم احنا هنعمل فيه ايه دلوقتي. عشان كده البشر فيه حلو. ده بقى ايه، هقطعه ونخلله. يعني الجزر يعتبر الحاجة الوحيدة اللي تحط لها سكر تبقى حاجة حلوة، تحط لها ملح تبقى حاجة حادقة. وسبحان الله الاتنين بيبقوا أحلى من بعض. أقطع الجزر بالتقطيع اللي أنا عايزاه. ممكن تقطعوه حلقات، ممكن تقطعوه حتت صغيرة كده، ممكن تقطعوه حتت طويلة، زي ما تحبوا. كل واحد زي ما بيحب التقطيعة بتاعته. اهو. أنا بوريكم، يعتبر دي أسهل حاجة. اهي قطعة بسيطة موجودة عندك، وممكن تقطعيه بالسكينة، بس احنا يعني حابين نعمل شكل فيه، يعني عشان العين بتاكل قبل البق. كده خلصت الكمية الجزر بتاعتي. ادي على فكرة لما بيتبشر بيبقى بيزيد. ادي اللي انا هيتخلل، وادي اللي هيتعمل مربى. شايفين اهو. هاخده طبعا واروح اغسله غسلة نضيفة عشان هو ما اتغسلش. غسلته هنا وصفيته حلو في المصفى، وفضيته ايه في ادي المبشور، وادي اللي هيتعمل مخلل. طبعا معايا هنا حوالي 2 كوباية سكر، هفضيهم على الجزر. بتراعي في الجزر بقى ان في جزر بيبقى مسكر وجزر ما بيبقاش مسكر. هنا بقى طبعا نسبة السكر، لو هو مسكر هتحط للكيلو حوالي ايه كوباية سكر او كوباية وربع. مش مسكر هتزودي وتدوقي وانت شغالة بقى. يعني انت ممكن تزودي له السكر زي تبع ما انت عايزة وهو على النار. احنا هنلفه بالسكر شوية ونسيبه حوالي ساعتين. هوريكم ايه اللي هينزل منه دلوقتي في الساعتين. احنا شايفينه ناشف وجميل ومش دبلانه وخالص اهو. هنلفه بالسكر. وكذلك برضو الجزر المخلل هحط له برضو ايه حبة ملح كده حلوين، وهسيبه برضو حوالي ساعتين 3. اي مخلل بخلله برشله ملح كده وبسيبه شوية ينزل المية اللي فيه. اديله تقليبة كده حلوة واسيبه بالملح بتاعه. الحلاوة ان الوصفتين كانوا شغالين مع بعض الاتنين، كنت بعمل فيهم الاتنين مع بعض. هسيبهم بقى شوية كده ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. كده انا سبت الجزر حوالي ساعتين كده او ساعتين ونص. شايفين بقى المية اللي نزلت منه؟ السكر نزل لنا المية، يعتبر زي الكراميل كده. لونه الجزر نزلت منه. انا ما حطيتلوش حاجه كده، انا يا دوب بشرتله، لسه بشراله كده قشره البرتقانيه. وهمسك البرتقانيه دي انزل كل اللي في قلبها عليها. ماشي. هي كانت في الفريزر، هنزل كل اللي في قلبها ده بالمعلقه. هجرده كده بالمعلقه، انزله فين؟ مع الجزر اهو. شايفين؟ ولا تفل ولا حاجه، هو كده كده هيستوي كله مع بعض اهو. طبعا هاخد بالي من البذر ده، هشيله طبعا كله واديله تقليبه مظبوطه. لسه فاضل مكونين هنحطهم على وطبعا معايا عيدان قرنفل. انا حطيت شويه من الميه اللي نزلت من الجزر،
في الحلة كده، وحطيت فيهم عودين القرنفل عشان الريحة بتاعتهم تطلع، وهنزل عليهم الجزر. لسه في مكونين تاني هنحطهم على الجزر او على مربى الجزر. بس طبعا انا هنا هولع عليه، مش هحط له ميه، يعني هو هياخد مني حوالي كوبايه ونص ميه او كوبايتين ميه. انا مش هضيفهم مره واحده، يعني انا هسيبه كده يغلي شويه، احس ان هو بدا ينشف اضيف له شويه ميه لحد ما احس ان خلاص هي استوت بالقوام اللي انا عايزاه. ممكن ما ياخدش كوبايتين ميه او كوبايه ونص اهو، لان هو يعتبر برضو بينزل شويه ميه، فانا كنت بزوده شويه بشويه. طبعا انتي ما انتي عايزاها. احنا هنحط له حاجه هتخليه يربط مع بعضه كده، هو يعتبر الجزر استوى. ماشي، هنعمل بيها ايه عشان ننعمه؟ علشان طبعا ولادنا يرضوا ياكلوه. انا عن نفسي ولادي مش هيرضوا ياكلوه كده. ادي المكون الاولاني ان احنا نحطه، اللي هو مكون اللي يعتبر هيحفظ المربى بتاعتي، اللي هعصر ليمونايه كده. انا طفيت عليه. ده بقى معلقتين جيلاتين حطيتهم في معلقتين ميه دافيين، دوب ميه دافيانه عشان يدوب معاكي. دوبتهم جيلاتين، دوبتهم ونزلتهم عليه. اديهم تقليبه حلوه واروح بيهم بقى على الخلاط. طبعا حسيت ان هي ناشفه، هتطلع شويه ميه تاني، ضربتها في الخلاط. شايفين بقى قوامها عامل ازاي؟ لان الجزر بالذات مش عايز يبقى حتت كده، مش هيرضوا ياكلوه. انما كده اتاكلت بصراحه، طعمها جميل وريحتها جميله. عود القرنفل مع البرتقانيه فيه اعطيها ريحه وهميه، وطعمها تحس ان انت عايزه تاكلي الحاجه، عايزه يعني طعمها يخلص عايزاها تاني. سيبناها بقى تبرد ورحنا لايه للمخلل. شايفين كل دي المية دي نازلة عشان شوية الملح اللي محطوطين. معايا قرنين فلفل حامي قطعتهم، حطيت معلقة هريسة شطة من غير توم طبعا. هريسة شطة دي مفرومة وعاملينها ومخزنينها من السنة للسنة. عندي بقى شوية عصفر على حبة البركة للي حابب. أنا بحب أحط العصفور وحبة البركة على المخلل. اللي مش عايز عادي ما تحطيش. هبتدي بقى ايه اعبيه في البرطمان مغسول ونضيف ومتعقم ومتنشف زي الفل. السبب في قرمشة المخلل معلقة السكر دي، اي مخلل عندك. وكمان في حاجة هتغليله المية، يعني المية دي انا غلياها ومبرداها، غلياها وبردة، سايباها بردت، يعني غليها من بدري من اول ما ابتديت اشتغل. كده حطيت له المية بتاعته اهو، وطبعا ملحه، وظبطت له الدنيا. هقفل عليه بس كده. كده انا خلصت المخلل. برضو حابين تحطوا العصفور وحبة البركة، مش حابين بلاش. اه كده انا خلصته، اظن هو هيتكلم عن نفسه. هنا بقى عندي المربى بردت، وعندي براطين من بتاعة المربى، بس طبعا شلت اللزق من عليها، غسلاها ومعقباها نضيفة برضو. شايفينها هي عاملة ازاي؟ يعني بسم الله ما شاء الله. هعبيها بقى ايه واحدة واحدة كده. بصراحة طعمها جميل، جربوها وجربوها بالطريقة دي هتعجبكم. ادي الجزر بتاعنا، وادي بقى طبق مربى حلو، وادي برطمان المخلل، وبرطمانين عبيت برطمانين مربى، وطعمها حلو وطعمها جميل. ومن حاجة دلوقتي هو رخيص في السوق مش غالي، يعني ممكن تعملي كمية مخلل تركنيها، ممكن تعملي كمية مربى تركنيها، تحطيها في براطين بلاستيك وتحطيها في الفريزر. الازاز ما بتحطش في الفريزر، وتشتغلي منها وتاكلي منها طول السنة. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. يا رب يا رب يا رب تكون الوصفة عجبتكم. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين. ايه رأيكم في الجمال ده؟ يعني سبحان الله، حاجة خلقها ربنا تحط لها ملح تبقى حاجة حادقة بنحبها، تحط لها سكر تبقى حاجة حلوة برضو بنحبها. ادعمونا بلايكاتكم. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين.